ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. الفيديو النهارده هعمل لكم زي كده جزء تاني او تالت للجهاز القهوه التركي. هسيب لكم الجزء اللي فات او الاتنين اللي فاتوا تقريبا، عشان كنت عامله لكم واحد كده زي ريفيو تاني كان عملي بقى، ان انا بوريكم القهوه بتطلع شكلها عامل ازاي في جهاز القهوه التركي ده. والنهارده هقول لكم بقى الابديت يعني الحاجات اللي انا اكتشفتها مع الاستعمال، عشان كنت قايله لكم ان انا هجرب حاجات وهنشوف اذا كانت الحاجات دي هتنفع في جهاز القهوه التركي ده ولا لا. بصوا هفكركم بقى للناس اللي ما شافتش الفيديوهات اللي فاتت، هو ده جهاز القهوه التركي، وكمان ليه بيبقى ليه كده زي عارفين بتاعه الكاتل، بتبقى ليه كده من تحت زي بتاعه الكاتل وفيشه طبعا وكده. فانا جايبه لكم بس دي كده علشان ايه اشرح عليها. انا كنت قايله لكم ان انا هجرب مثلا ان انا اعمل سحلب او ان انا اعمل كاكاو يعني وكده، فاهمين؟ طبعا هي في القهوه خطيره خطيره بجد، من احلى الحاجات اللي انا جبتها. الهدف منها ايه؟ هي بتنفع معاكي في حاله السفر، في حاله الشغل، بتنفع في الحالات اللي زي كده، زي الكاتل في البيت برضو للناس اللي بتبقى مستعجله عايزه تعمل قهوه بسرعه من غير ما تقعدوا مثلا تستنوا وقت طويل. انتوا عارفين بقى على لما بتيجوا تعملوا القهوه بقى على النار وكده بتاخد وقت، فهي ما بتاخدش وقت خالص، 3 دقايق بالظبط بيكون فنجان القهوه اتعمل، وتقدروا تعملوا فيها كمان كذا لكذا فرد وكده. فبجد حلوه قوي، بتعمل وش بسرعه، فطبعا هي سحريه يعني بالنسبه للناس تشرب قهوه وبيبقوا مستعجلين او عايزين يخلصوا بسرعه، او بيخافوا بقى ايه ينسوها من كتر ما هي بتطول والقهوه بتفور، وعارفين القصه دي. هي دي برضو ما بتفصلش اوتوماتيك، خلي بالكم، بس هي عشان بتخلص بسرعه فانتوا مش هتبقوا محتاجين تمشوا بقى وتسيبوها وكده، يعني فاهمين؟ طيب بالنسبه للناس اللي عايزه تعرف بقى تفاصيل وجهاز القهوه ده سعره كام وكل التفاصيل دي جبته منين وكده وتلاقوه فين، ارجعوا بقى للفيديوهات اللي قلت لكم عليها عشان ما عيدش الكلام هنا تاني فالفيديو يطول على الفاضي. النهارده حبيت اقول لكم ان انتوا يا جماعه، انا قلت لكم ان احنا بنعمل فيها قهوه، وقهوه بلبن عادي الفرنش كوفي بتتعمل فيها، بس لازم تحطوا جزء ميه، ما ينفعش ان انتوا تعملوا القهوه بس كلها بلبن، ما ينفعش، لازم تحطوا جزء ميه، يعني مثلا 3/4 لبن ربع ميه، لازم يبقى فيه ميه. لو حطيتوا لبن بس او حاجه زي السحلب من الحاجات اللي هي بتتقل، الجهاز مش بيشتغل وبيقف بيفصل لوحده، وارد جدا يبوظ، فانتوا بلاش تعملوا الحاجات اللي هي المجسفات دي. لكن انا بعمل فيها القهوه بلبن عادي جدا، لان انا على طول بحب اشرب القهوه اصلا بلبن، ما بحبش اشربها بالميه يعني، بس كده القهوه التركي العاديه. فطول الوقت انا بعملها كده وبتطلع معايا كويسه جدا جدا، مفيش اي حاجه حصلت للجهاز. التجارب بقى دي الافتكاسات اللي انا حبيت اعملها دي، هو الاصل فيها ان هي للقهوه، لكن الافتكاسات دي بقى انا حبيت اعملها علشان اعرف هي فعلا بقى يعني بينفع تعملوا فيها الحاجات دي ولا لا. بس يعني ما رشحش لا بصراحه خالص، بالذات السحلب كمان تحديدا لان هو بيتقل، ف يعني وارد جدا الجهاز يتحرق طبعا، فبلاش، ما رشحش. حبيت ان انا اقول لكم واكد عليكم في الموضوع ده عشان الجهاز بتاعكم ما يبصش. حاجه تانية مهمه لاحظتها وانا مع الاستعمال ومع الوقت الطويل وكده، لما انا كنت بغسل الجهاز، ما تشتروش يا جماعه اي حاجه تانية غير ده، مش لازم الشركه دي، بس جيبوا الجهاز يكون متصل، يعني تبقى دي كده بس ومعاها والفيشه كده طالعه منها، ده ما ينفعش. ليه؟ لان دي بتتغسل، بتضطروا ان انتوا تغسلوها طبعا صابون بقى وكده، فتخيلوا لو الفيشه بقى هنا طبعا بتكهرب الناس، يعني حصلت مشاكل معاهم. فلازم تجيبوا اللي هي القاعده بتاعتها دي منفصله، بحيث تاخدوا دي تغسلوها عادي خالص وترجعوها تاني في مكانها. حاجه بقى مهمه حبيت برضو ان انا عشان كده جمعت شويه حاجات قلت اقولهم لكم في فيديو واحد، ان انتوا ما ينفعش تغسلوها وتروحوا حاطينها على المكان بتاعها ده اللي هو يعني القطعه التانية، ما ينفعش، لان هي بيبقى فيها ميه، فالميه دي هتوصل للاساس اللي هو فيه كهرباء، فما ينفعش، لازم تسيبوها تنشف، ما ينفعش تفضلوا سايبينها تنشف كده،
بصوا بقى يعني ده يعني دي حاجة فيها خلي بالكم لازم تعملوها كده. شايفين يعني انا عشان انا ماسكاها اهو وكنت عادلاها كده ايديا جه فيها ميه، الميه بتتسرب كده من الجنب مش عارفه ازاي. فالحل الوحيد عشان كمان الجهاز يشتغل معاكم لو سبتوه كده بالعكس هتيجوا تشغلوه هتلاقوه مش بيرضى يشتغل لان الميه اتجمعت كلها هنا فبتوصل للكهرباء اول ما تيجوا تشغلوه. فانتوا خلاص تبقى عاده عندكم تعملوا كده. وانا كمان بعمل حركه ان انا بحط منديل، يعني ببقى سايبه منديل كده على طول برميه كل فتره احطها كده في مكان زي مثلا اي رف اي حاجه زي كده واسيبها كده لغايه اما اجي استعملها تاني. وجنبها اللي هي القطعه التانية بتاعتها دي بعيد ما بحطهاش بقى ايه يعني جنبها بس مش ما تجيش عليها ميه اهم حاجه. وكده اهو لغايه اما اجي استعملها تاني تبقى كل الميه اللي جواها بقى خلاص راحت على المنديل وهي نشفت تماما فتقدروا تستعملوها تاني بكل سهوله من غير اي خطوره ولا اي حاجه خالص. فخلي بالكم بجد من النقطه دي لان هي مهمه جدا جدا. دي من الحاجات برضو عن تجربه يعني انتوا ما تحاولوش تجربوا علشان ما تجازفوش. يعني انا عن تجربه سبتها كده وما اشتغلتش وكانت بتفضلوا تدوسوا على الزرار تلاقوها ما بتنورش فاهمين، فمش هتشتغل وهتتعبكم. وكمان بتكهرب يعني لو عملتوا الحركه دي، لكن لو عملتوش الحركه دي مش بتبقى حلوه جدا بصراحه. ويعني امشوا بالخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي تبقوا في امان وسلام. هي بسيطه وسهله بصراحه بس يعني في كده كم يعني خطوه كده بس تعملوهم وخلاص. زي فكره الكاتل برضو، انتوا الكاتل ما ينفعش تغسلوه بالميه وتروحوا حاطينه على القطعه بتاعته دي وكده، يعني برضو هي نفس الفكره. فحبيت برضو ااكد كده وانوه عن الموضوع بحيث ان انتوا تبقوا برضو مخليين بالكم لو في اي حد اشتراها او ناوي يشتريها تبقوا ملمين بقى بكل التفاصيل وكل الحاجات عشان ما تقعدوش تجربوا. انا بوفر عليكم التجربه وتجازفوا كده وتبوظ منكم او تتحرق او تتكهربوا او كده خساره يعني. فالحمد لله ان انا ما حصلش معايا ان هي باظت او كده يعني، بس كنت فكرتها باظت بقى لما انا عملت كده، لما جربت استحلب ولما جربت ان انا اسيبها كده بعدلتها كده ما قلبتهاش عشان الميه تروح، ما حطيتش منديل كنت سايباها كده برضو من غير المنديل فالميه مش هتروح هتفضل الميه قاعده فلازم تحطوا منديل. فما اشتغلتش بقى كنت فاكراها باظت. فالحمد لله لما رجعت بقى عملتها كده وقلبتها وسبتها بقى حبه كده تنشف وما تستعجلوش يعني سيبوها لغايه ما تيجوا تشربوا فنجان القهوه اللي بعد كده تاني يوم مثلا او بعديها بكام ساعه ايا كان بقى بتشربوا انتوا قهوه كل وقت قد ايه. فما تستعجلوش سيبوها لغايه ما تيجوا يعني تستعملوها تاني تبقوا تاخدوها على طول ويبقى هي دي حركتها على طول كده مقلوبه كده زي الكوبايه لما بنحطها كده في مكانها وهي مقلوبه يعني. فبس كده دي كانت كل حاجه للفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. انصحكم كمان تروحوا تشوفوا الفيديوهين اللي قبل كده عشان تبقوا ملمين بكل التفاصيل لو في اي حد ناوي يروح يشتري جهاز القهوه ده. في الاخر يعني ارشحه لكم او لا ارشحه بصراحه جدا وبشده. حلو قوي قوي من احلى الحاجات اللي انا جبتها فعلا مفيد مش اي كلام يعني. بس كده كمان عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات رايكم في الفيديو وتكتبوا لي اقتراحات للفيديوهات الجديده حابين نتكلم عن ايه مواضيع معينه حابين نتكلم فيها. اي حاجه او اي اسئله عندكم برضو اكتبوها في التعليقات. كمان انصحكم تروحوا تشوفوا البلاي ليست اللي هسيبها لكم دلوقتي على الشاشه هتظهر هنا وهتلاقوها كمان في علامه الاي وفي الديسكريبشن بوكس. كلها حاجات هتستفيدوا منها جدا جدا في الريفيوهات اللي انا بعملها هنا على الشانل. وكمان عايزاكم تروحوا تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا لو عايزين تتابعوني بشكل يومي بقى على التيك توك وعلى انستجرام والفيسبوك هتلاقوني سايبه كل اللينكات برضو تحت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اكيد تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا علامه الجرس عشان يجيلكوا اشعار اول ما انا انزل فيديو تبقوا من اول الناس اللي بتتابعوني في الفيديوهات الجديده على طول. واستنوني طبعا في فيديوهات جايه. اشوفكم الفيديو الجاي على خير وباي باي.